شوفي بقى لو هو بيتحجج لك في الخطوبه انه معهوش فلوس القاعه، النهارده بقى احنا هنبطل لك الحجه دي خالص. مش ب10 ولا 8 ولا حتى 6، انت ب 5000 جنيه بس هتعملي خطوبتك، سواء في قاعه الزمرده او كمان في قاعه شهرزاد. طب وانا ال 5000 جنيه دول بقى هجيب بيهم 50 ولا 60 ولا 70 فرد؟ لا، خليني اقول لك ان قاعه شهرزاد وقاعه زمرده هيشيلوا معاكي لحد 160 فرد. طب العرض بتاعنا ايه؟ العرض بتاعنا على ال 5000 جنيه 100 فرد. طبعا ال 5000 جنيه دول بقى هنقدم بيهم اي حاجه؟ لا، احنا هنقدم لك افخم حاجه عندنا في قاعه شهرزاد وزمرده. عدي معايا بقى كده. اولا كده الطبق اللي بينزلك بيبقى عباره عن 2 جاتو و2 ميني بيتزا و2 باتيه وتورته معاكي للعروسين 5 ادوار، وكمان بتاخدي عليهم مشروب سوفت درينك ومش مقاطعه، كل خاماتنا مصريه. بس كده طبعا هتقدموا لي البوفيه وتنسحبوا بال 5000 جنيه. لا استني، احنا لسه عندنا حاجات تانية كتير. خدي عندك بقى انت كمان هتاخدي شغل استقبال والدي جي طول الحفله وتصوير الفيديو وتصوير الفوتوغرافر، وكل ده بنفس ال 5000 جنيه. وكمان معاكي شاشه عرض طول وقت الحفله، وكمان هتاخدي الاستوديو فري من القاعه. مش عشان انت دافعه 5000 جنيه في خطوبه هنركب لك مراوح، لا احنا عندنا القاعه مكيفه بالكامل. ولو بادجت ال 5000 جنيه عالي عليكي فاحنا ممكن نعمل لك فرح نهاري ب 3000 جنيه وشامل كل حاجه معاكي. هي القاعه دي افراح بس ولا ايه؟ لا خدي عندك كمان ممكن عيد ميلاد او اسبوع او حتى كاتب كتاب وب 2000 جنيه بس، سواء في زمرده او في شهرزاد. وكمان هتلاقي ديكورات القاعه وانت بتتفرجي حاجه كده مريحه للعين واخر جمال. ولو جيتي بقى قلتي انا من طرف اهل اسكندريه هتاخدي خصم على البيوتي سنتر والاتيليه والسيشن وكمان فرقه الفنون الشعبيه. احنا بقى كده جبنا لك القاعه وقلنا لك العروض، وانت بقى عليك تجيبي العريس. ومن باب القاعه بتطلعي على السلم باسانسير مخصوص للعريس والعروس.